عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده، الفيديو بجد النهارده هيعجبكم جدا. وحشتوني جدا، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. عايزه اقول لكم ان من ساعه ما رمضان دخل وانا يعني شغلي الشاغل ان انا عايزه انزل لكم فيديوهات تنفعكم الفتره الجايه، سواء مذاكره، سواء تحفيز، سواء حياه يوميه، روتين، كل ده. ففيديو النهارده بالاخص هيبقى للطلاب اللي عندي، سواء طلاب ثالثه اعدادي، ثالثه ثانوي، وطلاب الجامعه، بس بالاخص هيبقى ثالثه اعدادي وثالثه ثانوي. الفيديو النهارده هيبقى ليكم انتوا بالذات، لان انتوا دلوقتي اللي محتاجين كل الدعم، كل التشجيع، كل التحفيز، كل حاجه. عارفه ان انت دلوقتي نفسيتك مش احسن حاجه لان عليك مواد ولسه ما لمتهاش، عارفه ان انت في حاجات كتير مراكمها ومش عارف تعمل فيها ايه، وان انت نفسيتك تحت الصفر، وان انت قلت هتبدا في رمضان وهتلم كل حاجه ولحد دلوقتي ما بداتش، عارفه كل ده. فجيت النهارده ان انا الحقك. فيديو النهارده دي حاجات انا كان نفسي حد يقولها لي لما انا كنت في ثالثه ثانوي. بجد الفيديو النهارده فيه كميه حاجات هتنفعكم جدا. بس قبل ما نبدا، فضلا وليس امرا، ما ننساش اللايك الجميل عشان الفيديو يترفع، والاشتراك في القناه عشان تشوفوني تاني، عشان هنزل فيديوهات حلوه جدا، ونعمل كومنت حلو تقولوا لي رايكم في الفيديو. فيديو النهارده بقى هنبداه كده ونقول بسم الله ويلا بينا نبدا. او ثالثه ثانوي، اهم حاجه تعملها في حياتك الفتره دي الدعاء والصلاه. دول اهم حاجتين حرفيا المفروض انت تبقى بتعملهم. الدعاء بيغير الاقدار، لازم تدعي. يعني انت دلوقتي كمان في رمضان، يعني شهر مبارك، دعواتي مستجابه ان شاء الله، عند الفطار ليك دعوه مستجابه ان شاء الله برضو. فدايما ادعي، ادعي بكل حاجه نفسك فيها. يعني قول يا رب احل الامتحان كله صح، يا رب لو انا مش عارف الاجابه يعني خلي ايدي تتحرك على الاجابه الصح. ادعي بكل اللي نفسك فيه. والصلاه، لان طبعا الصلاه يعني عايزاك تاخد كل طريق بيقربك لربنا تمشي فيه، لان القرب من ربنا يا جماعه، والله يا جماعه القرب من ربنا ده نعمه يعني رهيبه. بيتحقق لك بقى كل حاجه، بيوفقك في حياتك، بيفتح لك الابواب المقفوله، كل ما يخطر على بالك بيحصل بالصلاه والدعاء. الصلاه ده تخيل انت تبقى قاعد بين ايدين ربنا، يا رب انا مش عارفه اذاكر، يا رب دبر لي امري انا مش عارفه ادبره. والله يا جماعه بيغير الاقدار. عايزه اقول لكم كمان ان انا في دعاء هكتبه لكم تحت في الكومنتات، يا ريت تقروه دلوقتي او تقروه انتوا بتذاكروا. الدعاء ده هينفعكم جدا جدا جدا، والدعاء ده بيبقى حلو جدا لما تيجي تذاكر او لما تيجي تحل. تمام. تاني حاجه عايزه اقولها لك بقى، تبعد عن الناس السلبيه. انا مش عايزاك تاخد حاجه سلبيه من حد. واحد بيقول لك انت ما بتذاكرش، انت ما بتعملش، انت عايز تجيب مجموعه على ايه؟ هو انت يا ابني بتفتح كتاب؟ هي المذاكره بتاعتك دي هتخليك تطلع الاول؟ مش عايزاك يعني دخل من هنا وخرج من هنا. ليه بقى الكلام السلبي ده بيأثر عليك؟ انا مش عايزاك. يعني ممكن تبقى انت لسه بادئ مثلا، مثلا النهارده انا نويت ان انا اخلص الانجليزي اول واحد، وجي حد يقول لك يا عم هو اللي بدأ دلوقتي زي اللي بدأ من اول السنه، وانت هتساوي نفسك بيه. انا مش عايزاك تتاثر اصلا بالكلام السلبي. الكلام السلبي ده لا بيودي ولا بيأخر، زي ما بيقولوا كده، ما منهوش نفع. انا عايزاك ان انت تذاكر وتعمل اللي عليك. والله لو فاضل لك ساعه واحده اقعد ذاكر فيها، او الجزء اللي انت اللي هتذاكره في الساعه دي هو ده اللي هيجي في الامتحان. والله اقسم بالله ويمين اتحاسب عليه. كنت ببقى رايحه مذاكره يعني مثلا ايه، عندي امتحان على 6 فصول، مش هقول ان ده صح وان ده ينفع، بس كنت ببقى مقصره ساعات، وابقى رايحه مثلا عندي 6 فصول مذاكره منهم 4 فصول، وكنت اروح الاقي الاربع فصول اللي انا ذاكرتهم هم اللي موجودين، والفصلين اللي انا ما فتحتهمش جه عليهم سؤال او سؤالين، ممكن ما يجيش خالص. ف... فعايزه اقول لك يعني ان ربنا بيبقى شايف ان انت تعبت وان انت عملت اللي عليك، حتى لو في وقت قصير انت فقت في الاخر، فربنا حب ان هو يكافئك فاداك الجزء اللي انت ذاكرت فيه. فانا مش عايزاك تتاثر بكلام سلبي خالص ولا يشغلك. تالت حاجه بقى، عايزاك تنظم وقتك. تنظم وقتك وتنظم يومك. يعني تصحى كل يوم تكتب انت وراك ايه، تقسم كده يومك ل4 اجزاء او 6 اجزاء: نوم، مذاكره، بريك، اكل، كل ده. ممكن ابقى تشوفوا في اخر الفيديو ابقى اعمل لكم كده جدول وهقسم لكم فيه انا كنت بعمل ايه. فانت تقسم وقتك وتنظم وقتك، لان تنظيم الوقت هو اللي هيفرق معاك جدا 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 جدا. لو يومك عشوائي كده، تخيل ان انت مثلا ايه، يعني دخلت شريك مع حد او فتحت شركه وانت مش عامل دراسه جدوى ليها، وانت مش حاسب الجزء بتاع الربح والجزء بتاع الخساره، وانت هتعمل ايه؟ تخيل ان الشركه دي هيحصل لها ايه؟ هتنهار، هتخسر. لكن لو انت عامل دراسه جدوى ليها ومظبط دنيتك ومظبط حياتك وحاسب الحاجات السلبيه وحاسب الحاجات الايجابيه وحاسب الربح والخساره وكل ده، هتلاقي نفسك بتنجح. فهو ده نفس الشيء. انا مش عايزاك ان انت تعمل ايه،
انا النهارده هصحى انا نويت ان انا اذاكر 4 فصول قصه و5 وحدات نحو، انا عملت كده وخلاص. ما حسبتش بقى ان انا عندي دروس، ان انا عندي حاجات في البيت بعملها، ان انا عندي تمرين، ان انا عندي دكتور مثلا. ما حسبتش بقى كل ده، فده طبعا غلط خالص. انا عايزاك تنظم يومك، تقسم يومك على حسب مذاكره، وقت فراغ، نوم، اكل، كل ده، شغل لو بتشتغل. طبعا كل ده هيساعدك جدا. رابع حاجه هقولها لك ان انت تحاول تقلل وقتك على الموبايل، او لما تيجي تذاكر. دي حاجه انا بعملها لحد دلوقتي، لما باجي اذاكر ببعد الموبايل عني. ليه بقى؟ لان الموبايل طول ما هو جنبك صاحبتك هتبعت لك ماسنجر ترد عليه، هيجي لك نوتيفيكيشن من يوتيوبر بتحبه ان هو نزل فيديو، هتتفرج عليه. مش هتتفرج، هتتفرج. المدرس كذا بعت على الواتساب ان في شيت، فالشباب او البنات في الجروب اتكلموا شيت ايه يا مستر واحنا لحقنا واحنا مش عارفه ايه، فانت دخلت تتناقش معاهم. مش عارفه مامة عم بنت خال عمتك نزلت ستوري لبنتها ان هي سبحان الله تقدم لها عريس، فانت دخلت تهني. فالنص ساعه ولا الربع ساعه اللي انت كنت هتقعد تذاكر فيها، لقيت نفسك ان انت بقى قعدت 4 ساعات 5 ساعات على الموبايل. انا بقى مش عايزاه الموبايل جنبك خالص. في ابلكيشنز كتير بتقفل الموبايل. مش عايز تقفل الموبايل، ادي الموبايل لوالدتك، على الاقل لو الموبايل رن والدتك تقول لك فلان رن، هترد ولا لا؟ تمام. ابعد الموبايل عنك بقدر المستطاع. طول ما انت بتذاكر، وانا نويت ان انا هقعد اذاكر دلوقتي، الموبايل ما يبقاش في ايدك. تمام. تمام. طيب نيجي بعد كده الكلام السلبي، هرجع له تاني. انا حاجه عايزه اقولها لك، يعني دايما خد الكلام السلبي وخليه دافع ليك ان انت تنجح. بمعنى ياسمين، بمعنى ان مثلا انت تقلك ان انت عمرك ما هتنجح، عمرك ما هتبقى حاجه، عمرك ما هتجيب مجموع، عمرك ما هتبقى متميز. الكلام ده عايزاك ان انت تاخد الكلام ده حافز ليك. فاشل، وريهم ان الفاشل ده هيجيب مجموع. انت مش كويس في الكلية، وريهم ان اللي مش كويس ده هيرتب على الدفعة، الدكاترة هتحبه، هيخش في كذا مسابقة وهيطلع فيها مثلا مركز اول. عايزاك تبقى حاطط قدامك ان الكلام السلبي ده حافز ليك، مش عايزاه يبقى حاجة سلبية ليك اطلاقا. تمام. تمام. نيجي بعد كده بقى لأهم حاجة، واللي انت المفروض بترتب يومك عليها. انت دلوقتي فترة مراجعة، فانا لو انت يعني انا مش عايزاك ان انت تنزل في سناتر كتير او تضيع وقتك كتير، خصوصا ان احنا دلوقتي في رمضان، فاغلبنا او كلنا تقريبا بنبقى صايمين. فبننزل في رمضان بنبقى مفرهدين من المواصلات والطريق، وما بنبقاش قاعدين في السنتر مركزين. فانا عايزاك اغلب مراجعتك دلوقتي ان انت تاخدها اونلاين. لو انت شخص ملتزم مش بتضيع الوقت، يعني ان انت تبقى انا النهارده هقعد اذاكر وحده تقعد تذاكر بما يرضي الله، مش اللي هو اقعد كده كلمتين وخلاص انا خلصت الوحده. لا، انا عايزاك تذاكر مذاكره بما يرضي الله، انا ذاكرت وخلصت وعملت كل اللي عليا. ده اللي انا عايزاه منك. تمام. فده الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. زي ما قلت لكم هنزل لكم فيديو بكره روتيني بيمشي ازاي في رمضان، من اول ما بصحى لحد لما بتسحر وبنام. فهشوف بقى التفاعل على الفيديو ده، عشان لو لقيت عليه تفاعل النهارده هنزل لكم فيديو تاني. فاهم حاجه ان انتوا تتفاعلوا، عشان التفاعل ده اللي هيخليني انزل فيديو بكره اللي هيشجعكم جدا. والفيديو بجد مليان قمه بهجه وحاجات رهيبه انا كده كده مصوره. تمام. وهي بس كده الفيديو بتاع النهارده. هتوحشوني جدا جدا. اشوفكم الفيديو الجاي.